أكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يوم السبت بالرباط أن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الألباني للمغرب تعكس إرادة البلدين في الدفع بعلاقتهما الثنائية وإقامة شراكة حقيقية في كافة المجالات. ومن أجل النهوض بالسياحة والمبادلات بين الشعبين وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، قرر المغرب أيضاً إلغاء إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الألبان الذين يسافرون بهدف إقامات قصيرة. كما تعهد الوزيران بمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين في إطار المنظمات والهيئات الدولية. كما اتفقا كذلك على تعزيز الإطار القانوني لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على لعب دور أكثر فعالية في تقوية العلاقات الثنائية. وشكلت زيارة المسؤول الألباني أن البيان المشترك الذي تم توقيعه بين البلدين يتضمن مجموعة من النقاط التي من شأنها أن تشكل خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وألبانيا في السنوات المقبلة.